أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق عند الله. ما زلنا في استعراض حقوق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، ووقفنا مع حق المحبة، وقلنا أن ذلك من فروض الدين، فلا يصدق الإنسان في إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجيب لطاعته، فالطاعة تبع للإيمان، وهذه الطاعة لا تكن على درجة من الإخلاص والصدق، ولا يجد الإنسان قدرة على تحمل التكاليف الشرعية إلا إذا كان له في قلبه من المحبة نحو حبيبه صلى الله عليه وسلم ما يهون عليه مشقة التكليف. فإن الطاعة إذا كانت للحبيب كانت قربة ولم تكن خدمة. ولذلك المولى جل جلاله حدثنا في الآيات عن المحبة وعن مقام المحبة والمحبوبية، وجعل من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله تعالى حسن المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن هذه المحبة ليست كلمة تتلى باللسان، وليست دعوة ترفع بين العباد. لا يكفي أن تقول باللسان أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام. لو سألت كل من ينتمي إلى هذه الأمة المحمدية لأجابك بجبان واحد: أتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك نعم أحبه. ولكن هل المحبة دعوة باللسان فقط، أم لابد لها من علامات ومن شواهد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإن ادعيت أنك محبا للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فأقم شواهد المحبة، لأنك إذا وقفت بين يدي الله تعالى
وقلت يا ربي اغفر لي وارحمني والطف بي وعاملني بحسن القبول لأجل حبيبك محمد فإني أحبه. ربنا يقول لك أتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول نعم يا ربي أنا نحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أعطينا الدليل على أنك كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من أداء الشواهد، ولا بد لهذه المحبة من علامات. اذكر ربي منها بعض العلامات كما الآية ذكرناها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من تمام الشواهد على هذه المحبة حسن المتابعة وجميل الطاعة. فإن كنت على هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، فلا شك أن هذا الاقتداء وهذه المتابعة على خطى المصطفى دليل على صدق المحبة فيه صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع، فإن كنت صادق المحبة فأظهر ذلك بجميل الانقياد وبحسن الانقياد. وهذه الطاعة ربما تعارضت مع الهوى ومع رغباتك النفسية، والإنسان يعيش صراع بين حاجات البدن وحاجات الروح. هذا البدن هو عبارة عن كتلة من الغرائز الحيوانية تشده دائما إلى الأكل والشرب والجماع وما يدور حول هذه الشهوات. جسدك لا يقودك إلا إلى هذه الأشياء، ولكن بقدر ما للجسد من حاجات بقدر ما للروح من غذاء وحاجات. وحاجات الروح وغذاء الروح هو غذاء العباد وغذاء الطاعة لله ولرسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يعيش الإنسان صراعا بين حاجات الروح وحاجات البدن، قد تتعارض هذه الحاجات، فما يدعوك إليه بدنك ربما تعارض مع ما تمليه عليك حاجات روحك. فبدنك قد يطلب منك الاستجابة لشهوة الجماع، وروحك تأبى عليك ذلك، لأن هذا الجماع الذي قد يدعوك إليه البدن بشهوته الغريزية قد يكون من طريق حرام الله لا يرضى عنه، من خلال الزنا. والزنا يفسد الروح، يجيب حاجة البدن ولكنه يفسد الروح. ولذلك فمن تمام صدق المحبة في الله وفي رسوله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تقدم طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم على شهوات بدنك وعلى هوى نفسك. فإن كسرت شهوة النفس ولم تستجب لرغباتها التي تتعارض مع ما يدعوك إليه الحبيب، فاعلم أن هذا الإباء على حاجات النفس دليل على صدق المحبة. أنا نحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال لك ما تعملش كذا، ما تعملش. هذا الانقياد بالترك دليل على صدق المحبة. ولذلك ربنا جل جلاله يقول وهو أصدق القائلين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار، هذا الاستعداد للتضحية بحاجة النفس، هذا الاستعداد إلى تقديم ما أنت ما لا ترغب فيه في سبيل طاعة الله وفي سبيل مرضاة الله وفي سبيل مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على صدق المحبة. إن فعلته لا ترجو من خلال ذلك إلا محبة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه مش حاجة هينة أن الإنسان يكون لديه الاستعداد لكي يكبح جماح النفس، كما قال الإمام البصيري رضي الله عنه: من لي برد جماح النفس من غوايتها
كما يرد جماح الخيل باللجم. كيف تقيد شهوة نفسك ويكون لديك الاستعداد لإيثار نفسك، لإيثار غيرك على حاجات نفسك. لا تفعل ذلك إلا رغبة فيما عند الله تعالى وتقربا من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تمام صدق المحبة ومن علامات المحبة أن يكون قلبك سليما من الغش والحقد على إخوانك من الأمة المحمدية. على خاطر اللي يحب سيدنا صلى الله عليه وسلم يحب ولاده هكا ولا. وسيدنا صلى الله عليه وسلم هو أبونا في العقيدة، أزواج أمهات المؤمنين وهو أب للمؤمنين، واللي يحبه أمه لا شك أنه يحب إخوانه وأخواته. فإن كنت صادقا في المحبة لنبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم فليكن قلبك سليما نحو أبنائه، نحو أفراد أمته، نحو إخوانك المؤمنين. على خاطر سيدنا صلى الله عليه وسلم ما يرضاش منك شيء مما تقدمه في طاعة الله ورسوله وهو يرى في قلبك غشا لإخوانك المؤمنين. تلقاه ما لا يجتهد في الصلاة وربما يصوم في الاثنين والخميس، ولكن مع ذلك تجده يبطن في قلبه من الحقد والحسد والغش للناس، يطفف الكيل والميزان ويسرح لسانه في أعراض العباد، يتكلم فيهم بالسوء. وإذا جاوره أحد لم يراعي له حرمة جوار، مع أن للجوار حقوق الله جل جلاله حرض عليها. فإن كنت صادق المحبة في نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم فاجتهد في طهارة قلبك من الغش والحقد على أخوانك المؤمنين. ولذلك جاء في الحديث قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. هذه نصيحة سيدنا صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ربنا حكى عن المؤمنين يوم القيامة، هذا اليوم الذي يحتاج فيه الإنسان ليتحصل على أسباب النجاة من هول النار، بما عساه يفتدي نفسه من هذا العذاب. حكى ربنا جل جلاله على ذاك اليوم العظيم، ايش قال؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو قدمت أحب الخلق إلى نفسكم وهم الأبناء، وقدمت المال الذي تعبت في تحصيله، والمال والولد قطعة من الكبد، لو قدمت ذلك في سبيل أن تحفظ نفسك من عذاب النار فاعلم أن الله لا يقبل منك ذلك، إنما يقبل منك سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان مع حضرتنا الصحابة قال لهم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فشمخ الصحابة برؤوسهم ينتظرون القادم عليهم، وربما ظنوا أنه سيكون من بين أولئك الصحابة الوجهاء الذين نعلم عنهم الكثير كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير إلى غير ذلك من أولئك الأعلام الذين لهم قدم راسخة ولهم صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذاك اطلع عليهم من أهل الجنة ليست شهادة إنسان غير عارف بما يشهد به، إنه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم بالوحي ولا ينبئ بشيء إلا إذا كان له من الله علم وخبر. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ولعل الحاضرين تمنوا أن يكون كل واحد فيهم هو الطالع، لو أنه سمحت له الفرصة لخرج ثم دخل عساه يفوز بهذه الشهادة. ولكن ربنا جل جلاله هو الذي يقسم. وهذا الوسام المحمدي على صدر الصحابي لا يأتي إلا من وراء الصدق